ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. لو انت مهموم، لو انت متضايق، لو انت حزين، لو انت عندك مشاكل كتيرة جدا، عندك كرب كبير مش عارف تعمل ايه، حياتك مليانة هموم ومليانة احزان. الحل ان انت يكون في اتصال ما بينك وما بين ربنا. يعني ايه يكون في اتصال ما بينك وما بين ربنا؟ يعني تلجأ إلى الله في الرخاء، عشان ربنا في الشدة يفتكرك ويقف جنبك ويساعدك ويكون معاك في كل خطوة بتخطيها. افتكر كده ان انت اكيد ديت مش اول ازمة ومش اول مشكلة ومش اول حاجة ممكن تكون وقعت فيها، وان انت حصل لك قبل كده ضربات كتيرة ومشاكل كتيرة وربنا كان بيطلعك منها، وما كانش فيه شيء بيفضل او بيستمر على حاله. القصة كلها ان احنا في وقت الازمة وفي وقت الحزن بنبقى حاسين ان الدنيا سودة جدا في عينينا، ان اللي احنا فيه دوت مش هيخلص، ان حياتنا واقفة، وان الحياة متوقفة، وان مفيش اي حل والموضوع ملوش اي حل. المشكلة ان انت وانت في المشكلة ديت بتكون مش شايف ابدا الحل ايه، ولا عارف ازاي تبدأ منين، ولا الخطوة ايه، ولا احل المشكلة دي ازاي. شايف ان الدنيا مليانة هموم كبيرة جدا، وان انت طاقتك مش قادرة تستحمل المشاكل والهموم دي. في الوقت دوت لازم تكون بتجري على ربنا وبتلجأ لربنا سبحانه وتعالى. زي ما طلعك من المشكلة اللي قبل كده هيطلعك من المشكلة دي، زي ما حللك مشاكلك قبل كده هو قادر ان هو يحللك المشكلة ديت كمان، وقادر ان هو ما بين يوم وليلة وما بين ساعة والتانية يبدل حالك من حال لأحسن حال. لازم تكون في اتصال ما بينك وما بين ربنا. يعني كل يوم اعمل لنفسك ربع ساعة قبل ما تنام، في خلوة كده مع نفسك وما بينك وما بين ربنا، واقعد احكي مع الله كل الأحداث بتاعت يومك. اشكره على النعم، لو حصل لك حاجة حلوة كويسة في اليوم ده قُل له: يا رب النهارده أنا اتضايقت علشان حصل كذا، النهارده كان يومي كذا، النهارده يا رب المشكلة دي كانت صعبة عليَّ وما كنتش قادر أحلها. ابدأ اتكلم مع ربنا واحكِ له كل اللي بيدور حواليك وكل اللي أنت حاسس بيه، علشان ربنا يقدر يطلّعك من المشكلة. لمّا تكون في أزمة أو في مشكلة جامدة، دايمًا نردد: ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الجأ للأذكار اللي هي أذكار بتفرّج، يعني أنا باسميها الأذكار التفريجية، زي ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعوة ذي النون لما كان في بطن الحوت فاستجاب له ربه وبدل حزنه وغمه بفرج وبتيسير. دايما خلي عندك أمل وعندك ثقة وعندك يقين إن اللي عملك في المشكلة دي أو اللي وضعك في المشكلة دي هو ربنا، وهو وحده اللي قادر يخرجك منها، وإن مفيش شيء بيستمر وبيفضل على حاله، والأشياء بتتبدل والمواقف بتتبدل والأيام بتتداول، والمشكلة اللي انت فيها دلوقتي ربنا قادر ان هو يخرجك منها. لما تحس بضيق في صدرك وهم وحزن، ردد ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ردد الصورة ديت بيقين، هتلاقي نفسك وانت بتقولها يعني انشرح صدرك وربنا شال